ليه ربنا بيأخر الفرج أصلا؟ مش هو القادر على كل شيء؟ أيوه هو قادر، وده بالظبط اللي بيخلي التأخير مقصود وله حكمة. تخيل إنك راكب قطار، والقطار ده ليه محطات معينة لازم يمر بيها قبل ما يوصل للمحطة النهائية بتاعتك. لو القطار وقف فجأة في نص الطريق عشان انت مستعجل هيحصل فوضى. لازم يمر بالمحطات اللي فيها ناس هتنزل وناس هتركب، وأحيانا لازم يتأخر شوية عشان يخلي مسار تاني يعدي بأمان. حياتك كده بالظبط، الفرج بتاعك مش مجرد حاجة هتيجي، ده جزء من رحلة كبيرة ربنا بيرسمها ليك. في ناس لازم تتقابل معاهم، في دروس لازم تتعلمها، في صفات لازم تتكون فيك، في ظروف لازم تتغير في الأرض قبل ما الفرج ينزل. أحيانا التوقيت الرباني بيحتاج إنك تكون في مكان معين، أو تكون وصلت لمرحلة نفسية معينة، أو تكون اتعلمت درس معين وإنت لسه ما وصلتش للمرحلة دي. فلو الفرج جه دلوقتي ممكن ما تعرفش قيمته، أو ممكن تفقده بسرعة، أو ممكن يضرك. أنا أعرف واحد كان بيدعي على زواج، دعا سنين وما اتجوزش، كان بيحس باليأس، بعدين اتجوز فجأة في سن متأخر نسبيا، لكن لقى ان اللي اتجوزها هي بالظبط اللي كان محتاجها في حياته، وان التأخير ده خلاه يتغير ويبقى راجل اكتر نضجا، وخلاها هي كمان تكون في مرحلة افضل. لو اتجوز قبل كده كان ممكن الجواز يفشل. التوقيت الرباني دايما بيجمع بين مصلحتك ومصلحة اللي حواليك، حتى لو ما كنتش شايف الصورة كاملة. وكمان التأخير بيعلمك حاجة مهمة جدا، إن الرزق والفرج مش بإيدك ولا بذكائك ولا بجهدك بس، ده بإيد ربنا، وده بيخليك تتوكل عليه حقيقي مش مجرد كلام. لما تتعب من كل الطرق وكل الأبواب تقفل، ساعتها بس هتعرف معنى حسبي الله ونعم الوكيل بجد. فما تستعجلش يا صديقي، الاستعجال بيجيب تعب زيادة. خليك هادي وكمل دعاك، واشتغل على نفسك، وثق ان التوقيت اللي ربنا مختاره ليك هو افضل توقيت ممكن، حتى لو كان مؤلم دلوقتي. فلو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمني باشتراك ولايك، وعاوزين نوصل الفيديو ده ل100 لايك، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.